واخيرا يا جماعه دخلنا جورجيا، ده ختم الدخول. كنت قلقان جدا من الحته. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الجو هنا حر موت مع ان احنا بالليل، بس شايفين العرق. النهارده رسميا اقدر اقول ان روح المغامره والاستكشاف خلاص اخيرا هتبدا تخش على حياتي، لان خلاص النهارده اخر يوم لينا في الرياض، متجهين الى جورجيا. تجربه جديده بالنسبه لي، اول مره اعملها، مستناها بقالي كتير جدا، يمكن عمري كله تقريبا. البدايه دي اول مره ليا اسافر بلد مش عربيه. ان شاء الله يكون في تجارب كتيره واستكشافات كتيره، هتكونوا معايا خطوه بخطوه ان شاء الله. انا واقف خلاص في الشارع، معايا الشنط بتاعتي اللي هي الشنطه الصغيره دي، ودلوقتي انا واقف مستني تاكسي. الساعه دلوقتي حوالي الساعه 2:30 بالليل، وربنا يسهل. الاحساس اللي عندي مختلط ما بين الفرح والقلق. فرحان لان دي تجربه جديده بالنسبه لي ويعتبر حلم من احلامي، والان عشان دايما سمعت ان المعامله في مطار جورجيا ما بتبقاش احسن حاجه. وانا بصراحه يعني اكتر واحد ممكن يكلمكم عن تجارب السفر، يعني بيحصل معايا مواقف كتير وحشه. ربنا يسهل والموضوع يمشي معانا بسلاسه. يلا بينا. السلام عليكم. और बकरा तो कम से कम 2 लाख रुपए का। ये बताएं कि किस तरह उन्होंने सारा ये वारदात की, आपकी जो कैमरे हैं उसमें भी वारदात आई हुई है। वजन वो पहले है गाड़ी में ही करना पहले, ठीक है। وصلنا المطار الحمد لله. يلا نخش بقى نشوف هنعمل ايه. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. خلاص خدنا البوردنج الحمد لله. دلوقتي هنتجه على الجوازات. مش عارف ليه لازم نلف اللفة العجيبة دي. خلاص كده ختمنا خروج من المملكة، خدنا البوردنج، عدينا على الشنطة، كله تمام ان شاء الله. الحمد لله احنا جايين بدري حوالي 3 ساعات وشوية كمان عن الطيارة. خلينا نروح بقى نقعد كده براحتنا، انا احب دايما اجي بدري، نروح نقعد براحتنا نشوف الدنيا هتمشي ازاي، ونستمتع بقى بالانتظار الممل اللي جوه ده. عايز اقول لكم ان في مرة كان عندي طيارة الساعة 6 الصبح، لسبب ما اتأخرت فركبتها الساعة 6 بالليل، وفضلت قاعد في المطار فوق ال 12-13 ساعة. فالمطار ده أكتر من بيتي يعتبر. دي الطيارة بتاعتنا اكس 309، مطلعش رقم بوابة عشان احنا جايين بدري جدا. فيلا خلينا نلف نستكشف المطار مع بعض. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. المطار بتاع الرياض مطار الملك خالد في حتة تانية خالص. شايفين التصميم والشكل والألوان، ودي فتحات تكييف، فكمية هدوء وراحة نفسية في المكان غير طبيعية. يعني هنا لو جيتوا استنيتوا وقت طويل ما اظنش ان الموضوع هيبقى مضايقكم خالص يعني. السلام عليكم. عايز 1000 لو سمحت، 1000 دولار. شكرا. خلاص الحمد لله غيرنا فلوس، فغيرنا حوالي 1000 دولار عشان انت رايح بلد جديدة كده لأول مرة، فلازم يقتنعوا ان معاك فلوس كفاية تقضي مصاريفك خلال الفترة دي، حتى لو رايح فترة قريبة. يعني انا رايح اسبوع بس. خلاص يا جماعة تعبنا من اللف وقلنا نريح شوية. السبب اللي مخليني مش عايز اقعد اصلا وعمال الف في المطار ان انا مش نايم كويس، خايف ان انا اقعد انام وتروح على الطيارة، خصوصا لسه الطيارة منزلش ليها بوابة. فيعني انا قاعد كده زي اللاجئ كده في اي مكان. انا لقيتني جعان قوي والموضوع مطول. جبنا واحدة سلايس بيتزا كده مصبر بيها الدنيا، كلوا معايا بقى. يجي منها. حنوا عليا ولقوني عمال الف في المطار، فقالوا خلاص نبدا بقى نفتح البوابات. قدامنا ربع ساعه ان شاء الله ونخش نركب الاتوبيسات دي عشان نركب الطياره اللي متجهه الى تبليس.
اخيرا يا جماعه. الناس اللي دخلوا الطيارة فجنب كرسيين فاضيين، فأتمنى يفضلوا فاضيين. هقوم فاردهم بقى وهنام، أنا هموت وانام. Thank you. دلوقتي داخلين على جوازات جورجيا. الحمد لله وصلنا اخيرا. دي اكتر مرحله الواحد قلقان منها دلوقتي. عديت من هنا الدنيا بقت تمام، فربنا يسهل. بس ايه رايكم في الرحله الجميله دي؟ واخيرا يا جماعه دخلنا جورجيا. ده ختم الدخول. كنت قلقان جدا من الحته دي، بس الحمد لله ربنا سهلها معايا بشكل غير متوقع يعني. الحمد لله. وقفت على شباك كده، حبوا يرخموا عليا وقالوا لي هتروح على اخر مكتب، غالبا بقى عشان اجراءات يسالوني وبتعمل ايه ورايح فين وجاي منين والكلام ده كله. انا عملت نفسي هبل بصراحه، قمت عملت نفسي مش فاهم هو بيقول ايه، قمت داخل على المكتب على شباك تاني كأنها لسه داخل من دور من الاول. كانت واحده لطيفه كده هي اللي قاعده. فالمهم ايه، انت جاي ليه؟ انا جاي سياحه. تقعد قد ايه؟ 8 ايام. معاك تذكره العوده معايا خلاص. ايه مبروك وختمت لي على طول. تعال نشوف بقى نعمل ايه يعني. محتاجين نغير عمله، نشتري خط، حاجه زي كده يعني. Hello, how are you? Just yeah. Without any commission. If you need, change more. Only one for now. Outside, most of places commission. Okay. Thank you. Hello. I need one unlimited, please. 60? Yeah, 60. That's what we Here you are. Oh, bro, smoking. Thank you. الحمد لله يا جماعة، كل حاجة مشيت تمام، مفيش أي تعقيدات حصلت ولا أي حاجة تعكر اليوم كده من أوله. الحمد لله أنا مبسوط جدا. خلاص يعني أنا لحد دلوقتي بحاول أستوعب، أنا أصلا مش نايم كويس، مش شايف قدامي، بس بحاول أستوعب إن أنا خلاص بقيت في جورجيا يا جماعة. متحمس جدا للي جاي إن شاء الله. إن شاء الله يكون كله خير زي ما كان بدايتها خير. هنكمل وهنستكشف، نحاول كده الفترة اللي أنا قاعد فيها كده نشوف البلد إيه اللي ممكن أقدر استكشفه فيها. التجارب اللي أنا هعدي بيها إن شاء الله هشارككم معايا. خليكم معايا وتابعوا الفيديوهات الجايه. انا دلوقتي خلاص اعتقد ان كده كفايه. ممكن اطلب تاكسي من على الابلكيشن. هسيبني طبعا من الناس اللي بره المطار دول، اكيد نصابين. انا مش عارف لسه ايه طريقه نصبهم، بس اكيد نصابين يعني. مجرد ما اوصل الفندق ان شاء الله اديكم نظره سريعه منه كده، واحتمال انام ساعتين كده ولا حاجه، لان انا نمت في الطياره بس حرفيا صاحي رقبتي متكسره وجسمي متكسر. انا مبسوط قوي، مش عارف بقول ايه وعمال بتكلم وخلاص. تعالوا بص هنا كده، شايفين الشمس؟ بصوا العالم ده علم جورجيا، مش عارف ايه اللي في النص ده، وعلم الاتحاد الاوروبي. يجيلك في يوم من الايام ان شاء الله.